عاجل وبالفيديو. أول تصريح إعلامي للاعب عبد الرزاق حمد الله بعد استبعاده من تشكيلة المنتخب لكأس الأمم الإفريقية من طرف المدرب وليد الركراكي، ويكشف تفاصيل جديدة تزلزل كل المغاربة. أعلن الناخب الوطني وليد الركراكي المدرب الأول للمنتخب المغربي يوم الخميس الماضي عن التشكيلة الأساسية التي سيشارك بها المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية 2024 المقام في دولة الكوت ديفوار ابتداء من منتصف شهر يناير المقبل، حيث سيخوض المنتخب المغربي منافسات الدور الأول إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. ورغم أن التشكيلة كانت مثالية وتضمنت لاعبين ماهرين، إلا أنها في نفس الوقت أثارت الجدل بخصوص استبعاد المدرب لبعض اللاعبين ذو المستوى الجيد كعبد الرزاق حمد الله وسفيان رحيمي. وتفاجأت كل الجماهير المغربية قبل قليل بخبر خروج اللاعب عبد الرزاق حمد الله في أول تصريح وظهور إعلامي له بعد إعلان المدرب وليد الركراكي تشكيلة المنتخب لكأس الأمم الإفريقية 2024، حيث نشرت العديد من المنابر الإعلامية خبر خروج اللاعب عبد الرزاق حمد الله في أول تصريح إعلامي له يكشف تفاصيل جديدة حول استبعاده وعن رأيه في اختيارات المدرب، حيث وحسب نفس المصادر فإنه قال في الأول: أنا متفاجئ لأن المدرب لم يخترني ضمن التشكيلة الأساسية، كنت أعتقد أنني سأكون حاضرا، لكن لا بأس، أنا أحترم قرارات واختيارات المدرب وأنا جاهز في أي وقت لتلبية نداء المدرب لأمثل بلدي المغرب، وسأكون سعيدا بذلك، وهذا ما أفرح كل الجماهير المغربية.